وصفة كتنقي الوجه من الحبوب وكتمنع ظهور الحبوب، ممتازة لإزالة الحبوب. كتنظف البشرة تنظيف عميق، مضادة للبكتيريا والالتهابات، راه كنز رباني للبشرة. كتفتح لكم البشرة، كتزول البقع الداكنة بالبشرة، كترطبو، كتهدئ الالتهابات، كتزول جميع التصبغات والمسام الواسعة بالوجه. جربوا هاد الوصفة، راها دقة بطلة، النتائج ديالها كتبان من الاستعمال الاول. راه هاد الوصفه كتعمل واحد الشد طبيعي للبشره، كتعمل له بحال دايره كولاجين طبيعي للبشره، ودايره وجهك ابر النضاره. جربيه صدقيني، راه ما تخافيش منه نهائيا. قبل ما ننتقل طريقه التحضير ديال الوصفه، ما تنساوش الاشتراك في القناه ودعموني بلي لايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو باش الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. اول مكون اللي غادي نحتاجوه في الوصفه ديالنا هو بياض بيضه. غادي ناخذ فقط الابيض، وراه الفعاليه ديالو في شد البشره، في ازاله التصبغات، في تبييض البشره، راه فعال جدا في ازاله الحبوب والاثار ديال الحبوب. وغادي نضيفوا لهم السدر، فهي شجره مباركه مذكوره في القران الكريم، راه عندها واحد الفوائد كبيره سواء للجسم ديالنا ولا للبشره ديالنا. غادي نضيفوا السدر تقريبا 2 معالق ديال السدر. البياض بيضه غنحاولوا اننا نطربوهم مزيان تنحصلوا على قوام كريمي، حيت صعيب شويه ان الصدر وابيض بيضه يتجانسوا، لكن غادي نخدموهم مزيان تنحصلوا على القوام المطلوب. بالنسبه لطريقه الاستخدام ديال هذه الوصفه، غادي نطبقوا الوصفه ديالنا بالليل تتنشف كليا، غنزولوها على شكل كوماج وما غاديش نغسلوا وجهنا حتى الغد ليه في الصباح عاد نغسلوا الوجه ديالنا. وبالنسبه للوصفه راه كتخدم بالليل. الا غادي نعسو غنديروا الماسك نخليوه تينشف كليا، غنزولوه على شكل كوماج ومن بعد نغسلوا وجهنا الغد ليه. فقط تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، راه الطريقه والوصفه راه واضحه. غادي تطبقوا الوجه على الوجه ديالكم الماسك تينشف كليا، غتزولوا على شكل كوماج وغادي تغسلوه الغد ليه. وبالنسبه للمكونات ديال الوصفه، فيها السدر وابيض بيضاء فقط، راه غينقي لكم الوجه بحال الا حاطه فلتر وحاطه ودايره بوتوكس طبيعي للوجه ديالك، وكيشد البشره، كيزول الحبوب، كينقي لك البشره تنظيف عميق. راه هذه وصفه للعروس كدار في الدقيقه 90 ديال الا ما كنتيش كديري لي ماسك للوجه ديالك اولا الوصفات للبشره ديالك، راه دقه بطله غينقي لك البشره ديالك من الاستعمال الاول. كنشكركم على التتبع ديالكم، ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتدعموني بلي لايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو. شكرا بزاف.